الناس اللي عايزه جماهير الزمالك يتبرعوا للنادي، واللي عايزه جماهير الاسماعيلي يتبرعوا للنادي عشان يدفعوا مرتبات لعيبه بتقبض ملايين، في حين اللي عايزينهم يتبرعوا دول جماهير على الله حكايتهم، اللي بيقبض 3000، اللي بيقبض 4 5، يا عم بيقبض 10 20، بيقبض 100,000، عايزه ياخد من قوته وقوت عياله عشان يتبرع لواحد بيقبض ملايين ومش عاجبه. يقول لك انا اصلا هروح الاهلي، اصلا هروح الزمالك، اصلا هتني واتفرد عليك. يا عم في 60 داهيه، ما اللي يغور يغور. اللي يغور يغور. كنا بنقول لامام عاشور اهو غار في 60 داهيه وراح الاهلي. مشي يا امام عاشور، خدنا بعد الكونفدراليه وغلبنا الاهلي. انت فاهم؟ يعني امام عاشور مشي من الزمالك راح الاهلي، تقابلنا في السوبر والزمالك كسبهم وامام عاشور معاهم. زيزو راح الاهلي، حلو يا سيدي، راح الاهلي. قفلنا النادي؟ لا، ما قفلناش النادي، النادي موجود وكسبنا الكاس. يعني الزمالك كسب كاس مصر وزيزو مشي ما كانش موجود. حسن شحاته يا باشا اعتزل، فاروق جعفر اعتزل، اساطير من النادي اعتزلوا واعتزلوا، والزمالك خد افريقيا 2001 ما كانش حد من الاساطير دي موجود، واللي خدوا افريقيا 2001 اعتزلوا والنادي لسه موجود، والنادي وصل لنهائي كاس افريقيا 2022 في النهائي بتاع القرن، والناس دي كانت اعتزلت. الفرقه مشيت والزمالك موجود، جت لعيبه تانية وبرضه الزمالك موجود. فانا المفروض ان انا او كمشجع زملكاوي مشجع اسماعيلاوي اخد من قوتي وقوت عيالي عشان اروح ادفع للعيبه بتقبض ملايين ومش عاجبها؟ لا يا جدعان، لا بجد. ما انا كل ما افتكر الست اللي راحت تتبرع بالحلق بتاعها عشان خاطر فرجاني ساسي، وراحت النادي واتصورت مع الواد وبتدي الحلق ومش عارف ايه وفي الاخر فرجاني ساسي رفع قضيه على النادي وست غلبانه. فنمسك العقل كده، الله يهديكوا، نمسك العقل. مفيش حاجه اسمها حد يدي جنيه للعيال دي، واللي عايز يغور يحصل امام عاشور.